ان شاء الله. انت خدت لقب ايه دلوقتي؟ مطلقه. ليه يا بابا انت مش واثق فيا؟ لا البادي بتاعي الاسود لابساها يا اختي، لابساها اهي اهو. نعم. اهي لابساها. هو انت لابسه البادي بتاعي الاسود كده؟ تقدر تقولي انت بتعمل ايه هنا؟ مش المحكمه حكمت لي خلاص ان الشقه دي بقت بتاعتي؟ تتفضل تمشي من هنا ومش هشوف وشك تاني. ماشي اتطلقنا، بس المفروض تسيبي لي الشقه يعني. اسيبها لك ليه؟ بعد المحكمه ما حكمت لي ان هي بتاعتي خلاص؟ امشي يا عمر، يلا يا عمر امشي من هنا. ماشي. ايوه يا ماما انت فين؟ تعالي انت وبابا دلوقتي، تعالي دلوقتي. بصراحه كده يا ماما، بصراحه كده يا بابا، انا وعمر اتطلقنا. ليه يا بنتي؟ والمحكمه حكمت لي بان انا اقعد في الشقه وخدت الشقه. ليه يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ بحكم المحكمه. بصوا من غير اللي حصل ولا ما حصلش، انا عشت حاجات فتره كبيره قوي مع عمر في عذاب وخناقات وتوتر، وانتوا ما كنتوش حاسين بحاجه. طب ما حكيتلناش ليه يا بنتي؟ ينفع ده كله ليه يا يا بنت؟ بنت؟ كل ما كنت اجيلكم كنت ترجعوني. طيب بصراحة- عشان مش عايزين خراب يا بنتي. بصراحة ليه؟ تخربي على نفسك ليه يا حبيبتي؟ خلاص بقى اللي حصل حصل، دلوقتي انا اتطلقت من ساعه ما وخدت اتجوزت وهي الشقه. تعبانه. بقى انت عارفه. ايوه من ساعه ما اتجوزت وهي تعبانه معاه. بصوا بقى، انا بصراحه كده، انا من بعد ما خدت الشقه انا لا اقعد فيها بقى. لا طبعا انا مش هسمحك تقعدي فيها. ليه يا بابا ان شاء عارفه انت الله؟ خدت لقب ايه دلوقتي؟ مطلقه. ليه يا بابا انت مش واثق فيا؟ لا. ما ينفعش يا بنتي الناس تقول علينا ايه لما تقعدي لوحدك. تقعدي لوحدك ازاي؟ خارجه تقعدي رايحه لوحدك فين وجايه إزاي؟ منين؟ ما ينفعش. انت في حاجه في دماغك ولا ايه؟ لم هدومك يلا. يا بابا لم هدومك. اتفضلي يلا، خدي بنتك وتعالي ورايا. جرى ايه يا ست ماجدة؟ هي دي منظر اوضه كده؟ انا بحب اللي يقعد في اوضتي وينام في اوضتي يرتبها، مش عايزه المنظر ده يحصل ايه يا تاني. شيماء مالك في ايه؟ هو بعدين في ايه اللي مكفيني يا ستي؟ انا كنت عندي شقتي وكنت هقعد فيها بعد الطلاق، بس ابوك وامك اللي مرضوش، وبعدين يا ستي ما دي كانت اوضتنا قبل ما اتجوز انا وانتي ولا نطلع من بيتنا. ماشي بس انا ما بحبش الكركبه، انا بحب النظافه، بحب الترتيب يا ستي، امشي تبع دماغي. يا بنتي انا جايبه هدومي على مشامي، ولا طبقت ولا عملت، كنت لسه بروقها في الدولاب. انا لها منك ولا من امك؟ ما يخصنيش والله يا ست ماجدة، يلا رتبي الاوضه زي ما كانت كده ونضفيها وفرشي ملايات كويسه على السرير، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ وانت ازاي بتعملي اختك الكبيره كده؟ انت ايه اللي حصل لك؟ واللي حصل لي بقى، يلا نضفي الاوضه زي ما عملتيها كده عشان انا عايزه انام بقى، عايزه انام. والقرف. حاضر يا شيماء. ماما بصراحه كده انا جبت اخري خلاص. في ايه؟ انا بقيت يا جماعه حاسه نفسي ان انا في سجن. هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده بجد يا ماما؟ شيماء بتعاملني بطريقه مش كويسه ومش عاجبها اي حاجه، وعماله ازعق وتنطر كاني شغاله عندها. ماما هي الاوضه دي مش كانت اوضتي انا وهي من قبل ما اتجوز؟ كانها كل حاجه بقت ملكها وانا اللي ماليش حاجه في البيت ده. طب يا ستي سيبك من شيماء، انا دلوقتي مش ليا حق ان انا اخرج يا ماما وشيماء بعد فتره طلاقي. انا ولا بنزل ولا بخرج ولا ليا اصحاب ولا ليا اي حاجه. هو انت فاكراها تكيه تخرجي وتطلعي براحتك كده؟ انت اصلا ان انت مطلقه. ايه مطلقه يا ستي؟ مش هخرج، سيبوني انزل اشتغل، سيبوني اشوف ناس جديده، شوفوني ان انا اطلع من حياتي دي بقى، انسى حتى عمر. ما ينفعش تخرجي من بره البيت، الناس هتتكلم راحت فين وجات منين وخرجت امتى، مش ناقصين وش. طب يا ستي خلاص خليني اروح اقعد في شقتي. لا مش هينفع تقعدي لوحدك طول ما انت قاعده معانا هنا اهو، لغايه لما يجيلك بقى ابن الحلال ان يوه شاء يا ماما الله. ده بقى السجن بجد. بابا كنت فين يا ستان؟ كنت فين يعني يا بابا؟ كنت بجيب حاجات من السوبر ماركت. ازاي نزل لوحدك ليه؟ ما خدتيش امك ليه؟ ايه يا بابا في ايه ده؟ السوبر ما خدتيش امك ليه معاكي؟ او امك هي اللي كانت نزلت وجابت الحاجه؟ بابا في ايه؟ انا بقول لك كنت بجيب حاجات من السوبر ماركت تحت انت البيت. واحده مطلقه. هو ايه اللي واحده مطلقه يا جماعه؟ أنا معرضه لكل حاجه. يا بابا بس افهمني، افهمك ايه؟ اسمعني طيب، لا. اديني فرصه. 1 زائد 1 بيساوي 2، انت واحده مطلقه. ماشي؟ يا بابا انا زي اي واحده كانت حابه لا إن يبقى حبيبي، لها قال لك اسره، كده. يبقى لها زوج صالح. لا يا حبيبي. بس والله العظيم بقى لا ما يا افتريت عليه، حبيبتي. انا فعلا كنت بعين يعني كنت بشوف معاناه مع عمر. يا بنتي انا مش هستنى حد يتكلم عليكي. ها واحده ماشيه من غير جوز، جوزك فين؟ انا مستني حد يقول عليكي بقى كده ولا كده، انا مش هطيق ولا هسمح له ان يتكلم عنك. بابا لو سمحت ارحمني شويه، قالك ارحمهم في الارض يرحمكم في السماء. انا ما طلبتش منه انه يطلقني غير لما شفت منه جحيم. انتوا ما كنتوش عايشين معايا وشفت اللي انا شفته. راح فين يا حلوه؟ هكون رايحه فين يا اخويا؟ رايحه عند امي اجيب فلوس. تجيب فلوس ليه؟ حوش مكفي بيتك انت، شايل البيت مصاريف، افتح لك التلاجة هتلاقيها زي دولابك الله ينور فاضيه ما فيهاش غير غيارين بتقعد تلبس طيب وتغسل بصي، فيهم. وانت جايه من عند امك كده بعتي 200 جنيه لحد اما اقبض عشان انا معيش فلوس. انا عايزه افهم بس، هو مش المقاول ده بيقبض بال60 وبال50 الف؟
يا جدع ده انت عايشتني سنه كامله افتكرك بتقبض 1700 جنيه ولحد ما قلت لي قال ايه قال له الناس بتزيد وانت بتقل. ايوه يا ستي، عليا مصاريف وعليا سالف فلوس فين من بقى الناس. المصاريف؟ انا عايزه اشوفها معلش يا عمر. فين بقى المصاريف؟ بقول لك ايه، ما توجعليش دماغي. انت لا جار بتدفع ولا نور ولا غاز ولا كهرباء ولا بامبرز ولا سيريلاك ولا وصوتك ما بتعمل حاجه. تصدقينيش انت بترن على انت الحيطه حتى تموين بيتي يا عمر عشيانها يا ابويا وامي اللي بيجيبوهولي. كتر الف خير، ربنا يخليك ليهم، اصل هم معاهم يعني ربنا المفروض الواحد يتابع. ايوه معلش يا حبيبي بس مجوزيني عشان يرتاحوا من همي. ما هم قام يجوزوني عشان يزودوا هم على همي. بقول لك ايه، المليان بيكب على الفاضي. وهيفضل يكب كده امتى؟ انا متجوزه بقالي 3 سنين. ما اعرفش، انا لما يكون معايا مش هتاخر، ولا بتبصي على البتاع اللي بشربه هو ده اللي كل شويه فلوسك رايحه عليه. انا كل فين وفين وبعدين بيجي لي يا حبيبي هدايا. من كتر المعسل والهباب اللي بتشربه عاوز اقول لك ما بقاش عندي ولا سجاده ولا فرش عليها القيمه. عروسه 3 سنين يا اخواتي ما عنديش سجاده عليها القيمه، بصمتك عليها في كل حته. ده انت حتى يا جدع ما عندكش دم. اعمل منابل فرخه اقول هاكله كمان شويه الاقيك كلته بدالي. بقول لك ايه، راح عند امك، يلا روحي ما توجعليش دماغي، وبتسلمي لي عليها وبخليها تجيب لك الدواء اللي انت عايزاه عشان انا معيش فلوس. انا نازل وسايبها لك. هو ده اللي انت فالح فيه، كل ما اجي اكلمك تسيبني وتجري. فعشان كده انا طلبت الطلاق. بس لو اعرف ان انا هعيش في جحيم كده كنت عشت في نار ولا جنتكم. رجعت لامك وابوكي. انت يا ست هاني، انت يا بنتي ما تقومي بقى الظهر اذن. انت يا ست ماجده. ايه يا ماما؟ ايه يا شيماء مالكوا؟ في ايه؟ ما شفتيش البادي بتاعي الاسود؟ لابساها هي يا اختي، لابساها اهي اهو. اهي لابساها. هو انت لابسه البادي بتاعي الاسود كمان؟ في ايه يا شيماء؟ هدومي كلها وسخه ما فيهاش حاجه يعني لو خدت من عندك تيشيرت ولبستها ولا بلوزه. يا بنت انت عارفه ان انا ما بحبش حد يلبس حاجتي. ما استاذنتيش مني ليه؟ وانت ايه اللي مسهرك طول الليل؟ ما تقومي تشوفي البيت يا فيه ماما ايه. انا ما سهرتش، انا صليت الفجر ونمت. بقول لك ايه، يلا ادخلي على المطبخ عشان تعملي لنا الغدا. انا مش قادره اعمل اكل وانا جايبه النهاردة. كرنبايه من السوق، عايزاكي تعملي لنا محشي النهارده. ماما هو انتوا جايبيني جاريه؟ وبعد كده في شويه غسيل في الغسال هتغسليهم برضو بالمره عشان بعد كده مبقاش ورانا حاجه. وبكره بقى فكر تعملي ايه يا ست مجد. اختك عندها حق في كل اللي بتقوله. انت كفايه نوم بقى لغايه كده، الظهر اذن، عيب كده ما ينفعش. والله ما حد فيكم عنده حق ولا عنده رحمه. عارفه ليه يا امي؟ عشان لو كنت سبتوني في عيشتي احسن واقعد في شقتي ما كنتش يحصل فيا ده كله. تقعدي شقتك لوحدك ده اللي انت عايزاه. ومحدش غصب عليكي يا ست ماجدة تسيبي بيت جوزك وتيجي هنا. هقول لك كلمه واحده، ربنا يبليك بزوج زيه وساعتها تحس بالنار اللي انا كنت فيها. بعد الشر. الله اكبر. شوفي البنت بتزقني خمسة ازاي. وخمسة في عينيكي يا اختي. شفتي يا ماما منظر الاوضه عامل ازاي مكانها؟ ما عارفانا وهتلاقي حقي عشان بصي كده يا عامله. ماما جوزها عنده حق في كل حاجه انا متاكده. روقي يا بنتي، يلا روقي ما على ما. كانش يرميها بس ده كان يولع فيه. تعالي يا عسل، امال كلمي الاول الصوت العالي وراح عند اهلي وطلقني، اديك رجعتي يبقى تحط واطي. اللي اقول لك عليه تنفذيه زي شطرنج بتتحركي وبس. شفتي اهلك ما استحملكيش ازاي؟ اصل انا عرفت كل حاجه، عرفت اللي ما كنتش بتنزلي من البيت عشان واخده لقب مطلقه، مع احترامي ليها. طب ما انت كنت قاعده في البيت فيها ايه لما كنا نمشي الدنيا مع بعض؟ ده انا جوزك حبيبك اللي شايلك. فيها ايه لما اهلك يساعدوكي؟ ما انا قلتها لك، المليان بيكب على الفاضي. رحت بيت اهلك عاملوكي زي الخدامه، وما تنزليش ما تروحيش ما تجيش. كفايه يا عمر. خلاص انا عندي استعداد ارجع لك الشقه اللي المحكمه حكمت بيها. مش عايزه منك حاجه بس ترحمني، مش هيبقى منك ومنهم. انا بطلع على راحتي، انا عايزه اعيش مرتاح ومرتاحه البال مش اكتر. فبوس ايدك، انا مش طالبه منك حاجه كتير، تعاملني بما يرضي الله وتشوف مصاريفي. حاضر، وانت تقولي حاضر ونعم، وتبطلي بقى تخافي على اهلك. هو انا كنت بقول غير حاضر ونعم؟ ايوه بطلي تخافي على اهلك، خافي على جوزك. وزي ما قلت لك ابوك وامك معاهم فلوس، ايه المشكله اما يصرفوا معانا؟ ما الدنيا غاليه صح؟ ولا ترجعي لهم تاني ولا يصرفوا ولا يعملوا، انا هنزل اشتغل واساعدك. تمام. عندك حاجه اكتر من كده؟ لا يا حبيبتي، ربنا يكرمنا يا رب مع بعض ويبعد عننا المشاكل. اللهم امين. دي فكره فيلم النهارده. للاسف في مجتمعنا دايما شايفين ان المطلقه ماشي، دي فكره فيلم يا جماعه بتاع النهارده. ليه دايما شايفين المطلقه ان هي لما تتطلق عشان جوزها وحش ومعاملتها وحش لازم تستحمل المرار الطافح اللي هي بتقابله معاه؟ لما ترجع بيت اهلها لازم يقفلوا عليها الموضوع اللي هو ايه، ما تنزليش ما تروحيش وما تخرجيش. طب ليه؟ هي ذنبها ايه؟ هي ذنبها ان هي اتطلقت؟ ما هي اتطلقت عشان خاطر شافت راجل مش كويس. يا جماعه وكل حاجه في الدنيا اسمه نصيب.
لو ليك نصيب هتكمل زي الشغل بالظبط، ليك لقمه عيش بتكملها، مالكش خلاص نصيبك بيتقطع. لكن مفيش قصه ان احنا نعيش مع بعض اللي هو انت اتطلقتي مالكيش تروحي مالكيش، تحسها بحته النقص. ما زعلوش مني، لو الواحد هيفكر بالاسلوب ده يبقى نار جوزها ولا جنتكم. بالظبط. السلام عليكم.